شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هدى للناس. هذه الحلقة مميزة بإذن الله، وهي بعنوان الإعجاز العلمي في القرآن. روى أهل الحديث ونقل عنهم أهل التفسير عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن أراد الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو لا تزغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، من حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة باسمكم جميعا نستضيف الشيخ الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور خالد العبيدي. باسمكم جميعا نرحب بالمشايخ الكرام، واسمحوا لي أن أعرف بفضيلة الشيخ الدكتور خالد العبيدي. هو الدكتور المهندس خالد فايق صديق العبيدي، حامل شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وحامل شهادة الماجستير في الهندسة الإنشائية، وشهادة الدكتوراه في الهندسة الإنشائية. وفضيلته عضو في الهيئة الاستشارية المركز للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في الجامعة الإسلامية ببغداد، وعضو الهيئة الاستشارية لبرنامج خدمة علوم القرآن الكريم في جائزة دبي للقرآن الكريم، وكذلك عضو اللجنة الاستشارية في الهيئة المغربية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالرباط، وعضو المعهد العالمي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ومقره عمان الأردن. ولفضيلته 69 كتابا في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، نشر أكثرها وبعضها تحت النشر. باسمكم جميعا أكرر الترحيب بفضيلة الدكتور. أهلا وسهلا بك سعد الدكتور، عزكم الله، وأهلا بكم جميعا مشايخنا الكرام. حياكم الله. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم موضوع ذو شجون وواسع جدا، سنقتطف منه اقتطافات، وكما يقول العلماء هو على قسمين: الإعجاز القرآني والإعجاز العلمي. الإعجاز القرآني فيما يتعلق بالبيان اللفظي والدلالي واللغوي والبلاغي وما إلى ذلك. أبدأ بك شيخ حسن لتعطينا نبذة عن هذا العلم، فأعانكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع الإعجاز ربما المفردة قد لا تكون وردت في القرآن الكريم بهذا اللفظ إعجاز أو معجز، ولكن وردت بألفاظ أخرى، وردت باسم البينات والبصائر والآيات، وكذلك يعني ورد أكثر من لفظة تدل على ما نحن بصدده. والمراد من هذا العلم قضية البينات هي إثبات مصداقية وموثوقية هذا الكتاب المنزل، لأن أي دعوة يدعيها الإنسان لا بد فيها من بينة،
كما قال القائل: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فما الذي يثبت أو ما الذي يفرق بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكاذب؟ نعم. هي البينات والبصائر التي يعني تكون مع النبي ولا تكون مع غيره. وبالتالي موضوع العلم من حيث هو قضية الإعجاز هي قضية تاريخية معروفة منذ نوح عليه السلام. ما من نبي إلا وكان يشهر بينته، سواء ذكرت في كتاب الله كما هو حالة بعض الأنبياء أو لم تذكر، لكن نوقن بأن كل الأنبياء كانت معهم بينات، لقوله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالبينات مصاحبة للرسل وتثبت مصداقية هذا الرسول. طبعا بالنسبة للبينات السابقة ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في غالبها بينات مادية، وكان الرسول الذي يأتي ببينة مادية للناس مشهورة معروفة يراها الناس. فمثلا عندنا صالح عليه السلام كانت بينته الناقة مبصرة. هود عليه السلام له بينة وفقا للآيات القرآنية ولكن لم تذكر، أو ربما من خلال ما نراه في آيات القرآن لم تكن مؤثرة في قومه. يعني قالوا مثلا قوم هود عليه السلام احتجوا بأنه والله ما جئتنا ببينة، بينما القرآن يبين لنا أنه ما من رسول إلا وجاء ببينة، فدل ذلك على أن البينة لم تؤثر فيهم. فكم من آيات جاءت للناس لم يؤمنوا بها بطبيعة الحال. على كل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه الرسول الخاتم، الله سبحانه وتعالى اختصه بنوعين من البينات، أو يعني من البصائر والأشياء المنفصلة والمتصلة في نفس الوقت. فالأشياء المنفصلة هي الأشياء التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات والبينات والبراهين التي كتب حولها حقيقة كثير من العلماء حول دلائل النبوة، وربما المقام الآن لا يتسع في أن ندخل فيها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء اختصه الله سبحانه وتعالى ببينات عاصرها من كانوا حضورا. لكن لما كان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كتابا محدودا موقوتا بميقات معين، ولكنه كتاب للبشرية قاطب إلى قيام الساعة، تنوعت بينات هذا الكتاب بالإضافة إلى البينات المادية التي حضرها الصحابة رضوان الله عليهم ورأوها ونقلوها. ضمن الله سبحانه وتعالى هذا القرآن بينات النبي الأخرى. فمن هنا نأتي إلى قضية البينات الأخرى مرتبطة بعضها باللفظة القرآنية من حيث الدلالة، من حيث البلاغة، من حيث البيان، من حيث السياق، من حيث ما فيها من تركيب، من حيث ما فيها من بنيان وضبط. هذا واحد. هذا الذي نريده الآن أن توضح فيه أكثر. نعم، هذا الجانب قد يكون من أكثر الجوانب التي طرقت في التاريخ الإسلامي. يعني ربما ركز فيها علماء علوم القرآن فيما يتعلق بالبينات والإعجاز والدلائل، ركزوا على هذا الجانب، بمعنى أن المفردة القرآنية، لأن العرب، وهنا أحب أن أقول بأن الإعجاز مرتبط بطبيعة ما هو مشهور في البيئة المعينة. فمثلا في بيئة معينة يكون هنالك الطب هو المشهور، في بيئة أخرى مثلا يكون السحر هو المشهور. فالله سبحانه وتعالى يوجد البينة من ذات البيئة، ولكنها بنوع من التفوق والتحدي الذي يشهد به أهل الاختصاص أن هذه البينة ليست من البيئة التي هم فيها، ولكنها شيء آخر. فمثلا موسى عليه السلام عصاه كانت في ظاهرها تشبه نوع من السحر، ولكن في حقيقتها عند أهل الاختصاص أدركوا أنها ليست من السحر في شيء. وهكذا عيسى عليه السلام اختصه الله سبحانه وتعالى ببينات. بالنسبة للعرب بماذا كانوا يشتهرون؟ كانوا يشتهرون بالبلاغة والفصاحة والشعر والنثر، وكانت اللغة العربية كما تجري في ألسنتهم على السليقة، ما كانوا يحتاجون فيها. فكان القرآن الكريم من حيث الدلالة ومن حيث الألفاظ جاء متحديا لهم في هذا الجانب. وهذا ما نتكلم عنه في قضية الإعجاز البياني، الإعجاز البياني والإعجاز البلاغي والإعجاز اللغوي، كل ذلك يتعلق بالمفردة من حيث هي. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا إذا جاء نصر الله والفتح، هذه المفردة، هذا السطر فيه دلالات كثيرة جدا وفيه تراكيب لغوية معينة فيها إعجاز. لماذا؟ لأن الإعجاز يبدأ من الآية وينتهي بالمصحف كله، يعني الإعجاز فيه كل هذه فاهتم على كلنا العلماء رضوان الله رحمهم الله، اهتموا بهذا الجانب من حيث الاهتمام بالبلاغة والاهتمام باللفظة القرآنية.
ولذلك لما تحداهم أن يأتوا بمثله، أي نعم، أن يأتوا بمثله، أيوه هذا التحدي، هذا التحدي لأنهم شعراء وأهل بيان ويعرفون تماما كيف تركب الجمل. ومع ذلك بما أن نفس الأحرف هذه التي أنتم تصوغون منها أشعاركم وتصوغون منها خطبكم في الأسواق، ائتوا بمثل هذا القرآن. والعرب كلهم موجودين، بل كان التحدي لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني تحدي البشرية كلها، تحدي البشرية قاطبة. ثم انتقل تحدي الثقلين، نعم، الجن والإنس. ثم انتقل بعد ذلك إلى التحدي بالسور، وهو أن يأتوا ب10 سور مفتريات نعم من مثل القرآن. ثم تحدى بعد ذلك بسورة من مثل القرآن. نعم. ثم تحداهم بسورة من مثله وليست مثله. نعم. وهكذا. ومع ذلك ما تجرأ أحد من العرب أن يقول والله أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه بإمكانه أن يأتي بسورة أو يأتي بآية أو يأتي بالقرآن كله. فهذه المسألة من حيث هي إذن القرآن الكريم معجز بلفظه، معجز بلفظه. نعم. نعم. تحدى العرب فما استطاعوا أن يأتوا به، تحدى البشرية وتحدى الثقلين ولم يستطيعوا أن يأتوا به، مما يدل على أن هذا القرآن هو من عند الله تبارك وتعالى. نعم. شكرا للدكتور حسن سلمان. الدكتور خالد العبيدي نجدد ترحيبكم، أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم. القرآن معجز أيضا بالعلوم التجريبية الحديثة. نعم. ولكم 69 مؤلفا في ذلك. أتحفون مما أتاكم الله عز وجل بهذا المجال. أستغفر الله، عزكم الله الكريم. بعد ذي بدي يعني أنا أشكر لكم هذه الدعوة الكريمة في هذه القناة المباركة. صلى الله تبارك وتعالى أن يعينكم ويعيننا على أن نقدم شيء نافع للناس، وأن يتقبله منا سبحانه وتعالى على خير ما يحب ويرضى. يا سيدي، هذا الموضوع كما ذكرت جنابكم ذو شجون، وهو طويل وجميل وممتع، ويعني الكلام فيه لا ندري من أين نبدأ وأين ننتهي. ولكن يعني تعقيبا على ما ذكره الشيخ الفاضل المتحدث قبلنا، الحقيقة أن القرآن الكريم يعني ليس فقط في قضية الإعجاز البلاغي الآني بمعنى وقت النزول، وإنما فيه أبعاد مستقبلية. فالأبعاد المستقبلية تجدها في آيات كثيرة ومتفرقة ومتنوعة حسب السياق وحسب كذا. يعني كمثل سريع، مثلا في سورة الفرقان آيات كونية كثيرة، وفي وسطها يأتيك ويقول لك ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأيضا يعني من هذا القبيل كثير من هذه المسائل سنذكرها إن شاء الله إذا لدينا وقت. يعني فالأبعاد المستقبلية مثلا عندما يعني تقرأ قول الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالبعد المستقبلي، الزمن عند الله تبارك وتعالى غير الزمن عندنا. الله تبارك وتعالى عنده الزمن مفتوح، فبالتالي يعني الحكمة في قضية فهم الأمور والأحداث لا تأتي إلا عن طريق أن نفهم هذه الحقيقة، أن الزمن عندنا غير الزمن عند رب العالمين. وبالتالي الغيب يدخل في قضايا المستقبلية، يعلم أنه ستكون هناك مسائل علمية وتحديات علمية، وبما أنه هذا الكتاب هو لكل الأزمنة ولكل الأجيال، حتى قال الأصبهاني إن لكل جيل حصة في هذا القرآن. فبالتالي يعني أي نعم، يعني لابد أن يكون هناك يعني لكل جيل أثر وبصمة في فهم معاني القرآن الكريم. لذلك عندما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته عن سيدنا علي رضي الله عنه، حقيقة هو يعني مجمل المسألة تبين إعجاز وعظمة هذا الكتاب. حتى أنا ذكرت الحديث مختصرا على فكرة. أي نعم، هو طويل، حديث طويل. نعم حديث طويل، لكن ما يفيدنا في الحلقة يعني. حديث طويل الحقيقة فعلا، يعني في تفاصيل كثيرة، وكل جزئية منه تحتاج إلى تبيان يعني. سبحان الله. فبالتالي الأخي الكريم، يعني مثلا في قضية مثلا يعني الفرق بين كفار الأمس وكفار اليوم. كفار الأمس وقت النزول كانوا لا يكفرون بتوحيد الربوبية، يعلمون أن الله موجود، صحيح، ولكنهم يكفرون بإيش؟ بتوحيد الإلوهية، بأن هناك يعني إشراك لآلهة وضعوها هم بأنفسهم لم ينزل الله بها من سلطان. لكن كفار اليوم أكثر عنادا. كفار اليوم يكفرون بكل شيء، بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وبالتالي عندما تأتي الآيات وتبين لهم
حقائق علمية لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه تفصل وتبين على هذا النحو من الدقة إلا عن طريق مختبرات، وإلا عن طريق كليات ومعاهد ومصاريف. لا يمكن أن تكون لرجل يعيش في صحراء قبل 1400 عام وأكثر صلى الله عليه وسلم. كان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام. نعم، لذلك عظمة القرآن هكذا تكون، أنه يأتيك بأمور عجيبة. ولو يعني نريد أن نسرد ونفصل في الآيات والعلوم الكثيرة. يعني مثلا في أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعم. طبعا ينظرون هذه منهجية سيروا فانظروا، منهجية في القرآن الكريم. نعم. صحيح. سيروا فانظروا. صحيح. منهجية بحث علمي. نعم. سيروا وانظروا هنا إيش؟ يعني ابحثوا. نعم. لذلك العرب المسلمون الأوائل عندما فهموا هذه القضية انطلقوا بالعلوم في وقت الفترة الذهبية للحضارة الإسلامية، علموا العالم وأخذ منهم الغربيون. صحيح. هذه السجية. نعم. وانطلقوا بها إلى وتخلفنا نحن طبعا عن هذه السجية وأخذوها هم وانطلقوا. لذلك شوف مثلا سيروا فانظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا إيش؟ أي علم هذا؟ علم الأحياء والحيوان. نعم. وإلى السماء كيف رفعت. هذا إيش؟ علم الكونيات. وإلى الجبال كيف نصبت. هذا إيش؟ الجيولوجيا والصخور. نعم. وإلى الأرض كيف سطحت. هذه البيئة الأرضية. نعم. عندك علم الهندسة مثلا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. لتعلموا هنا لكي تتعلموا. الله. لكي تتعلموا عدد السنين والحساب، أي حث على التعلم. وهذا عكس من يقول نحن يعني يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية. نحن أمة أمية توصيف للحال وليس معناتها نظل أميين. لا، لأن القرآن واضح لكي تتعلموا عدد السنين والحساب. فهذه مزية للهندسة وعلوم الحركات والأفلاك. نعم. فمسائل كثيرة يا أخي، علوم كثيرة يعني. والبحوث الحديثة الآن يعني والله تعجب على هذا. طيب دكتور، سأعود إليكم. نعم. لتحدثون عن أبرز ما وقفتم فيه من العلوم. نعم. التي ترجمها. فضيلة الشيخ محمد عبد الله، من الإعجاز العلمي في القرآن الإعجاز التشريعي، حدثنا عن هذا. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا الإعجاز، هو من أعظم أنواع الإعجاز في القرآن الكريم. إذا نظرنا إلى أهمية هذا الإعجاز أو إلى مميزاته، ستجد أنه الآن في هذا الوقت الذي لهمت فيه الخطوب وتلاطمت فيه الأمواج وأصبح كل صاحب هوى يتبع هواه، انظر ما هي مكانة القرآن الكريم كتشريع. ستجد أن القرآن الكريم يقر أعداء هذا القرآن أن هذا القرآن مصدر قويم أصيل للتشريع، رغم أنهم لا يعملون بذلك، ولكنهم في مؤتمراتهم واجتماعاتهم يقرون بأن القرآن الكريم هو مصدر صالح وقوي وقويم للتشريع. بل أقر ذلك الأمم المتحدة في بيان لها، بل وضعت الشعار عندما تدخل البوابة. نعم. تجد شعار القرآن مصدر تشريعي. نعم. الله. وفي مؤتمر في سنة 1938 أقروا بهذا. يا سلام. وهذا الذي يعني يزيد العجب، يعني حينما يقرون أن هذا المصدر هو المصدر الوحيد الذي يصلح للتشريع. أفلا يؤمنون به إذن؟ سبحان الله. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثانيا، إذا نظرت إلى القرآن الكريم، هو المصدر التشريعي الوحيد الذي لم يطرأ عليه أي تعديل. الله. على مر هذه الفترة الأزمنة الطويلة 1400 سنة ولم يتخلله أي تعديل. وإذا نظرت إلى جميع القوانين التي سنها البشر كلها يعدلون ويقرون ويخطئون ويعودون ويرجعون، ولا زالوا سيستمرون على هذا. فهذا للدلالة على أن هذا القرآن مصدر للتشريع أصيل، وهو بحد ذاته يعني يعتبر يعني من الإعجاز العظيم. استمرارية طبعا سموه فوق كل الانتقادات.
يعني المنصف من غير المسلمين لا يمكن ينتقد القرآن بأي جزئية، لأن القرآن محكم ومتكامل. جميل. بينما بقية القوانين هي عرضة للانتقاد، ولذلك المنصفون منهم لا يمكن أن ينتقدوا القرآن الكريم في التشريعات التي جاء بها أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. أيضا القرآن الكريم كتشريع تفوق على جميع القوانين. سبحان الله. سنذكر فقط في حل المعضلات. إذا نظرت إلى معضلة المخدرات والزنا ستجد أن القرآن الكريم عالجها علاجا جذريا، ولكن هم بقوانينهم لم يستطيعوا أن يعملوا فيها أي جزئية للتعديل والإصلاح. ولا تزال البشرية تتخبط نعم. هذه الشهوات لبعدها عن دين الله عز وجل وعن هذا التشريع العظيم. وانظر إلى أبسط الأمور، ستجد أن بعض الدعاة البسطاء حينما يدخلون سجون أمريكا في السجون، هؤلاء الدعاة هم الذين استطاعوا أن ينتشلوا كثير من هؤلاء من أرباب المخدرات والإجرام من حمأة الزنا ومن حمأة المخدرات والرذيلة. هؤلاء هم الذين استطاعوا. بماذا؟ بدعوتهم إلى القرآن وبالقرآن الكريم. فبالتالي هذا القرآن هو في تشريعاته هو مصدر إعجاز يعني في مستوى عالي جدا. أيضا أظن هو شامل. وطبعا هذه ستأتي في المميزات. ستأتي إذا أتينا إلى المميزات ستجد أن القرآن الكريم يمتاز بالشمولية. ويمتاز القرآن الكريم أيضا بأنه مستمر دائم بدون انقطاع إلى قيام الساعة. ويستمر ويتميز أيضا بالعدل. أن القرآن الكريم يدعو إلى العدل وإلى الإنصاف. والقرآن الكريم أيضا يدعو إلى اليسر ويعني والتلطف بالناس، رغم أن الله جل وعلا شرعت شرائع وسن الأحكام، إلا أن الله جل وعلا يتلطف بالعباد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم إلى آخر ما جاء في مثل هذه الآيات. أحسن الله إليكم شيخ محمد عبد الله. نعود للشيخ حسن سلمان. شيخنا حفظك الله ورعاك، أيضا القرآن الكريم معجز في المجال التربوي والتاريخي والاقتصادي. حول هذا لو تحدثنا شيخ. جزاك الله خير. فيما يتعلق بس إضافة بسيطة فيما يتعلق بقضية الشمول التشريعي. جميل. والإعجاز في هذا الاتجاه، بما أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للكون كله وبما فيه الإنسان، فهو أعرف بمصلحة هذا الإنسان. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. وفي نفس الوقت ليس لله مصلحة في التحيز، بينما الخلق لهم مصالح عديدة في التحيزات التشريعية. يعني عندما يجلس البرلمان ستجد اللوبيات أصحاب المصالح يتصارعون، وبالتالي الأكثرية تهزم الأقلية، والأقلية تظل في طحن وفي إشكال وكذا، ثم تنشأ بعد ذلك صراعات ما بين هذه الفئة وهذه الفئة، ثم تنشأ صراعات الذكور مع الإناث وهكذا. التشريع الإسلامي تشريع متعالي، بمعنى ليس من داخل البيئة الإنسانية ولكنه من فوق أحكم الحاكمين. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. سبحان الله. واحد من المشايخ كان يقول: الله سبحانه وتعالى خير الفاصلين. أشبه ما يكون يعني أكرمكم الله بأن التفصيل الآن الترزي يفصل لك الثوب بمقاسك وعلى أحسن حال ويقصه قصا، فكأنما التشريع الذي يقصه الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يصلح لإيه؟ للإنسان. ادخل إلى التشريع في مجال العبادات تجده يصلح النفس البشرية بكل أبعاده. انظر إلى مجال العلاقات الاجتماعية وقانون الأسرة والعلاقات وما ينشأ، هذه المنظومة فقط منظومة اجتماعية وما فيها من تفصيل متكامل، بدءا من قانون الإحصان الذي هو أساس للتلاقي بين الرجل والمرأة، ثم قانون الزواج، ثم مسألة النفقة، ثم القوامة، ثم ما ينشأ عن ذلك من أبناء وحقوق، ثم ما ينشأ بعد ذلك عند الموت من ما يتعلق بقانون المواريث. انظر إلى هذه المنظومة فقط في الشأن الاجتماعي. انتقل بعد ذلك المجال السياسي. كيف أن الله سبحانه وتعالى رتب علاقات البشر عندما يلتقون وينتظمون فيما بينهم، كيف تكون التراتبية داخل هذا المجتمع تحت ما يسمى بمفهوم الولاية في الإسلام. يا سلام. الولاية في الإسلام. والولاية سبحان الله السياسية سيجدها فرع عن الولاية الإيمانية.
هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله فيما بينهم هنالك منظومة مفاهيم وتصورات يحملونها فيما بينهم، ثم بعد ذلك لما تتكاثر هذه الفئة لا بد أن تنتقل إلى الحكم، فتأتي ما يسمى الآن بالفقه السياسي الإسلامي، تشريعات. من أين تبدأ؟ مسألة البيعة، مسألة الشورى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، العلاقات الدولية، دار الحرب، دار الإسلام. سبحان الله لو بدأت تذهب إلى هذا الاتجاه، وفي كل هذه القضايا تجد أن الإسلام سابق. يعني أديك مثال بسيط في العلاقات الدولية. معروفة الآن العلاقات الدولية في نظمنا الآن عندما ندرس نحن القانون الوضعي في الكليات القانون، تلاحظ بأنه مثلا من القرن السادس عشر والقرن الخامس عشر نشأت فكرة القانون الدولي وكيف تنتظم هذه القانون، بينما يأتي مثلا محمد بن حسن الشيباني من تلاميذ الإمام أبو حنيفة أو من أصحاب أبو حنيفة يؤلف كتابه السير الكبير في 5 مجلدات 4 مجلدات، يتناول فيه ظاهرة العلاقات الدولية ويقسم الأمم، ويعتمد نظرية أساسية إلى اليوم تظل هي في العلاقات الدولية نظرية مهمة جدا. إذا كانت الآن العلاقات الدولية تقوم على مفهوم الدولة القومية، فإن محمد بن حسن الشيباني يقيمها على فكرة الأمة، ويقسم العالم إلى منظومة الأمم، فتظل أمة الإسلام هي الأمة القطب وسط الأمم، وتحول دارها إلى دار سلم ودار إسلام، وما حولها بعد ذلك من دار صلح وهدنة وحرب وكذا، فينظم هذه المسألة ليصل اليوم تقريبا الذين يدرسون العلاقات الدولية حتى في أوروبا ينشئون جمعية يسمونها جمعية محمد الحسن الشيباني في أوروبا. الله. لماذا؟ الله. اعترافا منهم بهذا الجانب في التشريع. الله. طبعا نحن للأسف الشديد تخلفنا بطبيعة الحال لأسباب كثيرة جدا، لكن الإسلام في تشريعاته وفي نظمه عالج كل هذه الظواهر، وبالتالي المسلم ليس بحاجة مع هذا الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم، ليس بحاجة إلى استيراد، ما بحاجة إلى أنك والله في التشريعات محتاج إلى الآخرين. ربما والله قد يكون نحن مثلا بحاجة إلى أن نستفيد من أي مجموعة في مجال الهندسة، في مجال الطب، في العلوم التجريبية، نحتاج أن نأخذ منهم لكن سبحان في العلوم الإنسانية وفي ما ينفع الناس وفي الهدايات وفي قضايا البعد الغيبي إلى أين تتجه البشرية، الكتاب فصل كل ذلك تفصيلا. أفحكم الجاهلية آتي أختم بجزئية الإعجاز التاريخي، وهو حقيقي موضوع طويل جدا. الشيخ تكلم عن قضية إنه والله الزمن عند الله سبحانه وتعالى ليس الزمن كالبشر، صحيح. لكن سبحان الله لما تعامل مع الإنسان تعامل معه وفق واقعه. واقع الإنسان أنه ماض وحاضر ومستقبل. فالإنباء تناول هذه الحالات، تناول قضايا الغيب الماضي، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمه، أو تلك من أنباء الغيب نوحيه ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل والقوم يعرفون. يعني لو كانوا والله هذه المعلومات التي أشاعها النبي بينهم كانوا يعرفونها لقالوا له والله أنت لا تعرف لكننا نحن هم يقرون بأن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ما كانوا يعرفونه. حدثهم عن نوح، حدثهم عن هود، حدثهم عن صالح، حدثهم عن إبراهيم، عن موسى، عن عيسى، عن يوسف. ثم سبحان الله تصور قصة يوسف يسميها الله أحسن القصص، تأتي في سياق متكامل لتحكي حالة مجتمع مصر في تلك اللحظة التاريخية ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها أبدا. وما كنت لديهم يعني وهم يمكرون، يعني إخوة يوسف يمكرون بيوسف، أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يعرفها. لما قص عليه قصة مريم في نهاية ماذا؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. نعم. وما كنت لديهم إذ يختصمون، لم يكن النبي بينهم. نعم. فهذا البعد سبحان الله، هذا البعد التاريخي في القرآن الكريم الذي يعني يتناول حركة الإنسان. وهنالك مسألة مهمة جدا، يربط حركة الإنسان والتاريخ البشري بتاريخ الأديان. يعني وأنت تدرس قصة آدم يرتبط مباشرة معك قصة النبوة وقصة الرسالة، وبالتالي يجعل تاريخ الإنسان مرتبط بتاريخ الأديان. لا دين قبل قبل آدم عليه السلام. وبالتالي هذا الأمر. ثم أيضا عندما تدرس تاريخ الأديان يتدرج بك من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام في منظومة القيم، منظومة التشريعات. هنالك ثابت وهنالك متحول. فالثابت فيها أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا في قضية التوحيد. يعني قضية التوحيد وعبادة الله الفرد الصمد هذه ما فيها إشكال. بالنسبة للتشريعات ستلاحظ بأن المسألة تتطور شيئا فشيئا إلى أن تكتمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أحسن الله إليكم شيخ حسن. مشاهدي الأكارم،
فاصل ثم نعود إليكم فابقوا معنا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ثم قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدره عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإيذاء. في ناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجار، يقول البر والفاجر. من الفجار اللي ممكن يقصد المنافقين؟ الله ما شاء الله. شايف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجل ملهم. إيش يعني رجل ملهم؟ دائما توقعاته تكون في مكانها، هذا الرجل الملهم. قال الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم مجادل. يجادل من يا إخواني؟ يجادل الله. برنامج من هنا نبدأ، برنامج تربوي إرشادي أسري، نعرف ما هو التصالح مع الذات، ما معنى التصالح مع النفس، كيف نحقق الشعور بالأمن النفسي في حياتنا. التصالح كذلك يعني نظرتي لنفسي، علاقتي مع أخطائي، كيف نتعامل مع ضغوطنا، كيف نتعامل مع حياتنا في الحاضر. هنالك كذلك مظاهر أخرى للتصالح مع الذات، وهي أن أتصالح مع مظهري بشكل الخارجي، والتصالح مع البيئة الاجتماعية. ما هي حاجتنا إلى الأمن النفسي؟ إلى أي مدى هذا الموضوع مهم؟ ما هو الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه حتى نتصالح مع ذواتنا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مشاهدينا الأكارم سلام الله عليكم. دكتور خالد، نعم. استمعنا إلى شرح الشيخين حول الإعجاز التشريعي والإعجاز التاريخي. نعم. هل لكم تعليق في ذلك؟ أكيد. يعني هو سبحان الله كما ذكرنا آنفا أنه عندما فهم المسلمون الأوائل هذه التداخلات والبيئة الشمولية، المنظور الشمولي للبيئة الإنسانية البشرية في كل حضاراتها وكل، استطاعوا أن يعني يستنبطوا علوم جديدة دخلوا منها إلى وضع نواميس وقوانين تفيد البشرية. فمثلا في قضية التشريعات اللي ذكرها الشيخ الفاضل، يعني هل تعلم أن الخوارزمي مؤسس علم الجبر هو بداية وضع لعلم الجبر كانت من علم المواريث؟ سبحان الله. للذكر مثل حظ الأنثيين. سبحان الله. ومنها انطلق معادلة جبرية وضعها سين للأنثى 2 سين للذكر، ووضع المعادلة وبدأ من هناك علم الجبر. عندك الكندي وضع علم الشفرة عن طريق البصمة القرآنية وغيرها. يعني مثلا في قضية التشريعات، يعني احنا حتى بس نبين للناس في موضوع التشريع يعني ما يدل على عظمة هذا الكتاب وهذا القرآن الكريم. أنا في هذا الكتاب اللي وليس الذكر كالأنثى صادر من يعني في الرياض، في دار قرطبة في الرياض، الحقيقة دخلت في المسائل التاريخية لمسألة المساواة بين الجنسين، وقارنت ما بين التشريع القرآني الإسلامي العظيم لحقوق المرأة منذ أكثر من 1400 عام، وكيف أن المجتمعات الغربية بعد عصر الثورة الصناعية الأولى قبل حوالي 200 وكسر من السنين بدأوا يضعون قوانين المساواة بين المرأة والرجل
بداية كانت جيدة في بداياتها، ولكن بعدها اشتطت إلى مسائل غير جيدة. فهنا وضعنا تأصيل ومقارنة ما بين التشريع الإسلامي والتشريعات الأخرى الغربية، وكيف أن القرآن الكريم والإسلام بشكل عام شرع للمرأة كل ما تحتاجه مثل ما يتعلق في مسائل الزوجية ومسائل المال ومسائل حقها الاجتماعي وحقها الاقتصادي، بل وحقها السياسي كذلك في كل الأمور، وبين كل هذه الأمور وسبق الغرب في هذا الموضوع. جميل. يعني هذا الكتاب يتحدث عن الفروق التي بين الذكر والأنثى. نعم. بكل المجالات. نعم، بكل المجالات علمية بمجال العلمي. نعم. والتشريعية التشريعي الواقعي. نعم. العصري. يبين فعلا. نعم. هناك فروق جسدية وفروق فكرية وفروق غذائية بين فسيولوجية سيكولوجية كل شيء. نعم. ومما يعني توصلت إليه أنه في بحوث حديثة في بريطانيا وأمريكا تبين لهم أنه الفصل بين الجنسين في فصول الدراسية في الكليات وفي الثانويات أدى إلى ارتفاع المستوى التعليمي عند الذكور والإناث، بينما الفصول التي يحصل فيها اختلاط تؤدي إلى تدني المستوى الدراسي. فتوصلوا إلى توصيات بضرورة فصل الجنسين تطويرا للمستوى التعليمي عند الجنسين، مصداقا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام: وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. فرقوا بينهم في المضاجع. ولو أردنا أن نتكلم في قضايا أخرى يعني في مسائل طيب، أهم ما وقفت عليه من العلوم التجريبية في الإعجاز العلمي القرآن الكريم مما يزيد من إيمان الشخص. نعم. بأن هذا القرآن هو من عند الله. والله يا سيدي الفاضل هي كثيرة، يعني عندما تتكلم عن الطب، تتكلم عن الهندسة، تتكلم عن الفيزياء، عن الكيمياء، عن أبرز ما وقفت عليه دكتور كثير جدا. يعني أنا إذا أتيك على مسألة فيما يتعلق في قضية الصيام مثلا، نحن في شهر الصيام الآن. نعم. تمام. صحيح. في قضية الصيام مثلا نتكلم يعني كثيرا ما ذكروا في بحوث فوائد الصيام. وطبعا في البداية كانت هناك تهمة للإسلام بأنه يمنع الحرية بالأكل والشرب والشهوة وغير ذلك، ولكن رد عليهم بعض العلماء المسلمين ببعض الأمور العامة. لكن عندما دخل الأطباء على الخط ووضعوا له بحوث وجدوا العجب العجاب. فكثير ما ظهرت البحوث ولا تزال تظهر لغاية اليوم، وإذا وردنا أن نفصل في ذلك لأخذنا الزمن الطويل. ولكن من أهم البحوث التي وصلت بحيث تأسس على أساسها علم جديد يسمى علم يسمى أوتوفاجي أو علم ابتلاع الخلية، وهي أنه عندما تصوم تبين لهم أنه عندما تصوم لأكثر من 8 ساعات، والأفضل أكثر من 10 ساعات إلى 16 أو 12 16 ساعة أو أكثر، مع حركة ليست كسل، سبحان الله تتشكل بكتيريا خاصة. شغل هاي البكتيريا تجمع الخلايا السرطانية والخلايا السامة من الكبد ومن الكلى ومن المعدة ومن الأمعاء، تطرحها في الأمعاء الغليظة لكي تخرج مع الفضلات. عجبا. سبحان الله. وهذا العالم يعني حقيقة علماء اكتشفوه ووضعوا له أسس علم جديد اسمه أوتوفاجي أو تجويع الخلية، بحيث أصبح علاج. حتى أعالج مرض معين ماذا أفعل؟ أجوع الخلية، أي أجبر المريض على الصيام حتى تجوع الخلية فتأكل بعضها بعضا. زين. فبالتالي تتشكل هاي البكتيريا عجيب، بكتيريا تتشكل فقط في الصيام. ما في صيام ما تتشكل هاي البكتيريا. فشوف العجب العجاب، شوف التشريع عندما يرتبط مع الصحة، الله مع العلم الطبي، يريد البيولوجي، أيوة الله يدور عليه. والآن كبريات المجلات العلمية، نيتشر وعلى ساينس على باناس على غيرها، يعني تكثر من هذه البحوث، لأنه تبين أنه علاج أغلب الأمراض عن طريق الصيام. ولذلك قال ربنا يعني من لم يقف على مثل هذه المعلومات كجاهل مثلي مثلا، حاشا، يؤمن بأن الله يقول فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بل يعني إن وقفنا على هذه المعلومات فخير وبركة.
وإن لم نقف فلنثق بالله. شيخي الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. العد غير الإحصاء. سبحان الله. العد أن تذكر الشيء فقط، الإحصاء تذكر تفاصيل الشيء. لذلك عقب إيش قال؟ قال إن الإنسان لظلوم كفار. الله. أتى باللام التوكيدية وصيغتين مبالغة. كفار بالنعمة الظلوم لأنه لا يعرف التفاصيل. لو علم التفاصيل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. أي لو تدخلون بالتفاصيل لعلمتم نعم الله عليكم. وبالتالي من نعمة الله أنه أنت يا إنسان ما تعرف قيمة التشريع اللي الله أعطاك إياه وعظمة هذا التشريع، لذلك أنت تكفر به أو تجحده أو تنقص منه أو تتكاسل في فعله لأنك لا تعلم. لو تعلم مصلحتك وين لأتيت إليه حيوا. إذا آمنا أن الله جل وعلا بعظمته وقدرته وجلاله هو الذي خلق الكون وخلق البشرية، لا شك أنه سيكون محكم بدرجة لا تقبل النقاش ولا تقبل الشك. صحيح. فبالتالي مثل هذه الأمور هي بالنسبة لنا لزيادة إيمان، وبالنسبة للطرف الآخر هي يعني جذب له حتى يكون في هذا الدين القويم. لذلك تجد الآن أكثر الناس في دخول الإسلام وهم كثر جدا. أنا أصابع هذا الموضوع بشكل يومي، دخول الإسلام الجدد. تجد الكم والكيف وليس الكم، تجد النوعية وليس الكمية. ناس من كبار علماء في مختلف العلوم، رياضيات على فيزياء على كيمياء على أحياء على فلك على يدخلون الإسلام من هذه الأبواب. صحيح صحيح. فضلا عن قضية التشريعية والقضايا الأمور الثانية والقضايا الفقه المقارن ما بين الأديان وكذا. هاي المسائل العلمية تدخل كثير من يعني هذا الشخص الياباني اللي هو اسمه اللي سوى هذا العلم اسمه نوبورو ميزوشيما. هذا الرجل يقول لدكتور كان يتناقش معه حول هذه القضية يعني تجويع الخلية، قال أنتم عندكم في الإسلام شيء عظيم، عندكم حتى في السنة يقرأ حتى في السنة عندكم الصيام 3 أيام في الشهر أو كل اثنين وخميس. هذه أيضا تساعد، يعني ليس فقط الصيام الطويل مثل في رمضان، وإنما الصيام المتكرر ولكن متقطع اللي هو اثنين وخميس كذا، هذا أيضا يفيد في هذه العلاجات. يقول عندكم تشريع عجيب في هذه المسألة. سبحان الله. ولما أتوا في أثر القرآن على المادة، يعني الله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم بالنسبة للجبل، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ذاك العالم الياباني الذي أتى بالماء ثم أقرأ عليه القرآن، يعني فطبعا قاس الجزيئات كم عددها ثم بعد أن قرئ عليها القرآن فوجد أن هناك بون شاسع، وأنه أثر القرآن على هذا الماء أثر بالغ، عدد الجزيئات زادت بالملايين. اسمها ذاكرة الماء. صحيح. نعم. فكان هذا نتيجته أن هذا الرجل يعني اهتدى إلى الدين الإسلامي. لذلك مثل الدكتور، هذه مسؤولية الدكتور، أنه أنتم يا دكتور مسؤوليتكم أنكم تستهدفون هؤلاء. نحن مسلمين لكن هؤلاء يحتاجونكم بشدة. والله حتى إحنا يعني حتى تزداد يعني حجتهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كيف تحيي الموتى؟ إبراهيم عليه السلام. أي نعم. قال أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن. إبراهيم. أيوة أنت محتاج إلى أن تنتقل من جدا. أيوة. لكن تبدأ بقضية سمعنا وأطعنا ولن تتوقف، لأن العلل كما يقولون هي تراكمية تأتي مع العلم مع المعرفة مع كذا، لكن الصحابة في قضايا كثيرة ما وقف على تفاصيلها، سمعنا وأطعنا سلموا النتيجة واضحة، التزمت الأمر ما عندك مشكلة. فالمطلوب في النهاية أنك والله تلتزم بالأمر الإلهي، النتيجة تأتي تلقائيا. لكن يعني وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. شيخ حسن، وليكون من الموقنين. نحن نريد أن يكون إيماننا فعلا قوي ويقيننا بالله عز وجل حديد. والله أنا عندي يقين يا شيخ برهان أنك أنت والجيل الذي قبلك كلكم ماشيين على الفطرة، لكن الجيل اللي موجود الآن يا دكتور للأسف أصبح يعني منفتح على العالم، فأصبح يتلقف منها هنا ومنها هنا، فأصبح عنده نوع اختلال، المغريات كثيرة، تشويش. أي فبالتالي مثل هذا العلم يثبت مثل هؤلاء. يعني الآن يخلق الله عز وجل من خلال الصيام هذه البكتيريا. سبحانك يا رب. معلومة عظيمة وكبيرة. فقط في الصين.
الطويل هذا الشيء يعني 8 ساعات فما فوق، ومع حركة تتشكل هذه البكتيريا ويبدو وتقوم بتنظيف جسمك. نعم سبحان الله. ويبدو أقل طيب ساعات دكتور أنا شايف برضو أنت جايب كتب أخرى. نعم حدثنا عن هذا الكتاب. نعم شيخنا. حقيقة هذه سلسلة لمحات هندسية من القرآن والسنة في العلوم الهندسية، هي 20 مجلد. يا سلام. 20 مجلد. هذا نموذج واحد منهم من هذا المجلد. ما شاء الله. فتجد هذا أنا اخترته يعني هكذا علم هندسة الصوتيات واللفظيات في القرآن والسنة. الصوتيات اللي تحدثنا عنها ما ما عرفنا نجيب لها وقلنا هذه نخليها. كنا نريد أن نتحدث عن الإعجاز العلمي في الصوتيات. نضرب مثال إن شاء الله. لما قرأ الشيخ مقدمات منه نعم. وجدناه بحر طويل. نعم صحيح. فقلنا هذا الوقت يحتاج إلى جلسات. اترك هذه. هو 20 كتاب، كل كتاب بتخصص هندسي. كل كتاب فيه كثير من طيب لخص لنا هذا العلم في دقيقتين. كثير. أنا لا يعني الإعجاز في القرآن الكريم في الصوت، في الصوتيات. يعني ايش ما المقصود معنى به؟ الصوتيات؟ ما المقصود به؟ يعني الصوت، طبعا الصوت هو ما يخرج من الحنجرة. جميل. من كلام الإنسان، يعني هو طبعا ترددات وذبذبات من أي حركة تحصل تؤدي إلى صوت، فهي مرتبطة مع الديناميكية والحركية. جميل. تؤدي إلى صوت. الصوت هي ذبذبات معينة تسمع بالإذن البشرية أو بالإذن الأحياء الآخرين، الحيوان وغيره. فطبعا مع اختلاف، يعني البشر قابليتهم السمعية غير قابليات السمعية عند الحيوانات الأخرى يعني. فبالتالي كل شيء يرتبط بالصوت مذكور بالنص القرآني تصريحا أو تلميحا أو استنباطا مذكور في هذا الكتاب. مع طبعا هو كل السلسلة تعتمد على 3 أمور في العلوم الهندسية: على العلم التصريحي للهندسي، التقنية الهندسية المعينة مثل بناء سد ذي القرنين وغيرها، تقنية هندسية معينة. العلوم الساندة للعلوم الهندسية، وعلوم اللي أنا بفضل الله تعالى الله أكرمنا بأنه نستطيع أن يعني نشكل هذه المنظومة أو نبتكر هذه المنظومة، ليس ابتكارا وإنما اكتشافا من القرآن الكريم. اللي أسميتها الثوابت العالمية الشاملة من القرآن الكريم، اللي هي تسلسل السورة، تسلسل الآية، تسلسل الكلمة، نسبة السورة إلى سور القرآن الكريم، نسبة الآية إلى عدد آيات السورة، ونسبة الكلمة إلى عدد كلمات السورة. هاي النسب الثلاثة والأعداد الثلاثة تشكلت عندي منها منظومة كاملة في قضايا كثيرة في الثوابت الهندسية ومنها الصوتيات. يعني مثلا من نأتي على مثلا كمثل في موضوع ذكر الصوتيات في القرآن الكريم، النفخ في الصور. النفخ في الصور هذه من القمة العليا للأصوات. النفخ في الصور هو شيء ماذا هو؟ ببساطة عملية بوق كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ينفخ فيه إسرافيل كما في أرجح الأقوال، إعلانا لحصول القيامة. هذا الصوت هذا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. تسمعه يعني حتى في الحديث يسمعه كل الخلائق. نعم. فهذا عملية تشمل الكون كله، فيحصل رنين. ما هو الرنين؟ الرنين هو عبارة عن عندما تتداخل الذبذبات، أي نوع ذبذبات تتداخل حركية بشكل عام للجسم مع قابلية التردد الطبيعي للجسم، يحصل رنين. والرنين هو عبارة عن هدم. فعندما يحصل النفخ في الصور تكون كل ترددات الكونية لكل المخلوقات الكونية، الفلكي، الأفلاك وغيرها، تكون موجودة ضمن هذا القوة الصاخبة للنفخ في الصور، فتحصل بها رنين فتنهدم، فينهدم الكون أو البناء الكوني. فبالتالي هي تصوير لعملية هدم ستحصل بعد النفخ في الصور. فهذا نوع من أنواع القمة العليا للأصوات. وإذا نأتي على اللفظيات فكثير يعني. طيب الصيحة التي أهلك الله بها أيضا هي من الصوتيات ومذكورة هنا. يعني أنا قلت لك يعني هذا بس مثل. الصيحة أيضا يعني نوع من أنواع العذابات، ولكن أقل من الرنين والنفخ في الصور، مشمولة بمنطقة معينة. بينما النفخ مشمول الكون كله وليس الأرض فقط. ليس الأرض فقط. طيب ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض بالكامل إلا من شاء.
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا أيضا صوت آخر. صوت الآخر هذا يختلف عن الصوت الأول، هذا صوت إحيائي. صوت إحيائي تدميري. الأول تدميري. الأول تدميري وهذا إحيائي. والثاني إحيائي. لكن ذبذبات هذا غير ذبذبات هذا. بالضبط، تختلف. فهذه فيها كلام تفاصيل حقيقة كثيرة جدا نستطيع أن ندخل بها. السلام. مشاهدي الأكارم، انتهت وقت الحلقة. سبحان الله. أراكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ما بدينا احسن ما قلنا بسم الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان